قاسم الملعب لمربعات وبيقبلوا التحليل. تعالوا نشوف المباراة دي الشوط الأول مشي ازاي. معلقنا الرياضي اللي التقينا بيه قبل بداية المباراة الزميل رامي بهجت. أهلا بيك. ما هو احنا أول مرة بس لكن خلاص احنا من دلوقتي معارف وأصحابه، وأهلا وسهلا بيك وملاحظاتك على الشوط الأول. والله الشوط الاول ممكن نقسمه لجزئين. الجزء الاول اللي هو النص ساعه الاولى. النص ساعه الاولى دي كان منتخب مصر كان تشعر ان هو بلا طموح. بلا طموح. ده كان لامسينه قوي في الملعب. اللعيبه كان زي ما تقول كده نازلين مش عايزين يخسروا، لكن اهم حاجه عندهم ان هم ما يخسرش. فعشان كده الامور كانت ماشيه كويس بالنسبه زي ما هم راسمينها، الامور تطلع على الاقل تعادل، لكن طموح الفوز ما كانش موجود عنده. عشان كده في الربع ساعه الاخيره من الشوط الاول بدا منتخب سيراليون بدا يهجم. نيجر عفوا. اصل انا متابع منتخب سيراليون مع منتخب جنوب افريقيا على طول لحظه بلحظه، جبتوا ايه بالمره؟ سلبي بدون اهداف. فهو فالامور هم برضه ايه يعني الاثنين مع بعض على التوازي. فمنتخب النيجر لما بدا يضغط، لما بدا يهجم، بدا يبقى فيه انفرادات لمنتخب مصر على منتخب مصر، بدا بقى منتخب مصر يلعب على ان هو ممكن يسجل فيه هدف. لا ده ممكن يجيب يسجل هدف احنا كمان. عشان كده منتخب مصر يعني في لعبه مكرره بتتعمل. الظهير الايمن امادو كبير بيلعبها في ظهر اسلام رمضان، وفي ظهر الاثنين مدافعين القلبي الدفاع بتوعنا معاذ الحناوي واحمد حجازي. كررت اللعبه دي 3 مرات، 2 منهم اتعمل انفرادين على منتخب مصر. مره من موسى مادو الطويل رقم 2 ده خطير جدا جدا، ومره اخرى من يوسف بابكار ده برضه رقم 14 اللي ابتدت تسديده قويه جدا. برضه الشناوي قدر ان هو يتصدر الاثنين، ومش كل مره هتكسب القاره. منتخب مصر لازم اول حاجه يشعر ان الطموح موجود، لازم يستشعر روح مصر، مش ان المباراه دي هي تحصيل حاصل بالنسبه لمنتخب مصر. عشان كده الشوط الاول بصفه عامه النص ساعه الاولى ما استمتعناش، ربع ساعه الاخيره بدانا نحس ان ممكن الشوط الثاني يمشي ازاي؟ الشوط الثاني لو ابتدى بنفس اللي انتهى بيه الشوط الاول هنشوف شوط ثاني حلو جدا.